في العاصمة الرباط ستبقى هذه الجماهير شاهدة على قمة عربية إفريقية بين المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور ونظيره المصري حامل اللقب في نهائي كأس إفريقيا تحت 23 عاما. من سيرفع هذه الكأس التي قدمها النجم النيجيري السابق جي أوكوشا؟ الإجابة في هذا الحوار بين المدربين عصام الشرعي وروجيريو ميكالي. 10 دقائق فقط كانت كافية ليرسل محمود صابر كرة قوية لا تصد ولا ترد، بقي الحارس يتفرج عليها وهي تزور الشباك معطيا التقدم لحامل اللقب. فرحة محمود لم تدم طويلا بعدما تلقى البطاقة الحمراء في هذه اللقطة. توترت أعصاب اللاعبين في المشهد الأول لهذه القمة، لكن أصحاب الأرض حافظوا على تركيزهم وتمكنوا من التعديل عبر يانيس بقراوي. هدف جعل الجماهير والمدرب الشرعي يتنافسون الصعداء. زملاء القائد الزلزولي كثفوا من هجماتهم وكانوا قريبين جدا من إضافة الهدف الثاني. تعليمات الشرع ما بين الشوطين امتدت لأرضية الميدان، والجماهير المغربية بقيت متفائلة تنتظر الهدف الثاني. اسماعيل السباري حاول من بعيد لكنه لم ينجح في الوصول إلى الشباك وفي مناسبتين متتاليتين. الإثارة تواصلت في الدقائق الأخيرة من هذه القمة. محمود الرويدي صوب كرة قوية من بعيد، والرد جاء من أمين الوزاني الذي كاد يسجل هدفا قاتلا في آخر الأنفاس. توجه المنتخبان إلى شوطين إضافيين، وهنا كثف أصحاب الأرض من هجماتهم. أسامة ترغلين أخفق في المرة الأولى لكنه نجح في الثانية بعدما أرسل كرة أرضية زاحفة باغتت الحارس. أسود الأطلس حافظوا على تقدمهم بهدفين قبل أن تعلن صافرة النهاية تتويجهم باللقب الإفريقي وسط فرحة عارمة للمرة الأولى في تاريخهم.